ازيكم عاملين ايه؟ انا هاجر جودة ودي قناتي. ما تنسوش اي حد يشوف الفيديو ده يعمل لي لايك وسبسكرايب للقناة. اول حاجة كده عايزين نصلي على النبي ونذكر الله ونشوف هنعمل اكل ايه النهاردة. حبيت النهاردة كده ان انا اعمل طاجن بطاطس باللحمة. ما عملتوش من زمان قوي يعني. يعني من فترة كبيرة. اول حاجة كده نحط 3 معالق سمنة او معلقتين على حسب ما انتي عايزة. هحط اللحمة، اعمل لها صدمة عشان تاخد لون. حطيت معاها فلفل اسود وورقة اللورة وثلاث فصوص حبهان. والتركة بقى اللي بتوديها في حتة تانية، المستكة يا جماعة. المستكة بتحول اللحمة، بتخلي طعمها تحفة. حطيت حتتين صغيرين خالص، وبعدين نزلت عليهم بعد ما تشوحوا كويس ببصلتين مبشورين، وبرضو خدوا تقليبة، وعليهم طماطم معصورة وشوية مية وربع معلقة سكر عشان لذوعة الطماطم، وغطيت عليهم لحد ما خلاص تمام. اللحمة كانت خلاص داخلة في سوا. هنا بقى جبت بصلاية، قطعتها جوليان او جوانح، او قسمتي البصلاية نصين وقطعتيها زي ما تقطعيها، كده كده مش فارقة. حطي عليها ملح فلفل ودعكيهم بايديكي. وانا من المدرسة دي، انا بحب التركية دي في الاكل، بتحولي الاكل في حتة تانية. ونفس الكلام مع البطاطس. قطعنا البطاطس بسمك مش رفيع ومش تخين عشان ما تتهريش. البطاطس هتحدق؟ لا مش هتحدق. انتي حاطه على كل حاجه ملح لوحدها؟ اه انا حاطه على كل حاجه ملح لوحدها، بس بنسب عشان انا عارفه ان كلهم هيتجمعوا في طاجن واحد. اما بقى بالنسبه للطاجن ده، فلو قعدت اتكلم عليه سنه مش هديله حقه. الطاجن ده يا جماعه طاجن حماتي، اقسم بالله لو الاكل وحش بيخليه حلو. والله العظيم طاجن متعتق بقى، ويعني ربنا يحميه ويبارك فيه يعني. بنعمل فيه احلى اكل. هنا طبعا رصيت الرصه اللي انتوا شفتوها دي، البصل تحت، البطاطس واللحمه. وهنحط بقى الصوص بتاع اللحمه ده كله على البطاطس. شايفين شكل الطاجن وهو اصلا لسه ما استواش، يعني لسه البطاطس ما استوتش. شوفوا لي شكله في الفرن، يعني ما كناش قادرين. وده هنا بعد ما خرج عملت جنبه رز بشعرية. اكيد كلكم عارفين ان احنا مدمنين رز بشعرية. البطاطس يا جماعة ولا مهرية ولا متدغدغة ولا متكسرة، واللحمة دايبة، وكان طعمه والله يعني فوق الروعة بروعة، مش عشان انا اللي عاملاه بس. وده كان اكلنا النهاردة. متنسوش تجربوها، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.